احمد، انا يعني الحوار معاك بصراحه لا ينتهي، وانت انسان جميل. لكن في ختام الحلقه انا عايزك بعد اذنك اسيبك تروح قدام المرايه اللي محطوطه هناك دي، ماشي. تقف قدامها وتسال نفسك 3 اسئله، وبعد اذنك تجاوب عليها بكل صراحه. ماشي. اتفضل. ده صعب قوي الموضوع ده. طب اسال كل سؤال واجاوب عنه لو سمحت. صح؟ اه. ساعات الالتزام بيضايقك. هل يا ترى كل ما بتتضايق بتفكر ان انت مش هتبقى ملتزم بعد كده وهتتاخر على الاوردر؟ انت هتعمل ده ولا لا؟ بعد تفكير كتير كل مره بقول هعمله، بس هو لا، هفضل ملتزم. طيب اخبار العصبيه ايه؟ بيقولوا عليك ان انت عصبي. بصراحه بيقولوا عليا كده، بس انا بحاول جاهدا ان انا اخف العصبيه وابطلها خالص وانا كويس. هتبطل تحب الاكل؟ لا طبعا. بس كده. انا تمام كده ولا ايه؟ مش عارف، تمام ده جدا صعب جدا. قوي موضوع بس انت الأسئلة. كنت صادق على فكره مع نفسك قوي. انت على فكره لمست ال3 حاجات اللي انت فعلا ايوه يعني بتفكر فيهم دلوقتي. ايوه طبعا. احمد، انا كل اللي اقدر املكه ان انا اقول لك اولا انا سعيد وفخور ان انا قعدت معاك جدا في واحد من الناس. انت واحد من الناس اللي احنا بنحبهم وبنحترمهم وبنقدرهم. بشكرك على الحوار اللي انت يعني اثرتني جدا بيه، واتصور ان كل واحد كان بيتفرج علينا حس لاي مدى انت انسان جميل وعظيم. واتمنى لك كل خير وصحة وستر وسعادة في حياتك. تسلم يا دكتور، انا اللي مبسوط قوي ان انا قعدت مع حضرتك النهارده. متشكر قوي.